بيبدأ المسلسل ببارك اللي بيكون شاب بسيط خالص وبيشتغل في التوصيل علشان يقدر يكفي طلباته وطلبات أخوه، وواضح كمان إنه مش بيحب يسيب حقه لأنه في المحل لما كان رايح في واحد زميله كده خبط في كتف واحدة، فهم معديين راحوا وقعوا لهم الطلبية بتاعتهم في الأرض وقعدوا يضحكوا عليهم، بس هو ما سابهمش وركب بسرعة على الموتوسيكل بتاعه وفضل أخد الطريق كله جري وراهم لحد ما وقفهم وعطل الشارع كله ودفعهم تمن الأكل اللي وقعوه. بعد كده بنشوفه لما بيروح لأخوه جين، وساعتها بيكون واضح كده ان هما بيحبوا بعض قوي يعني، وكمان ان هو متكفل بكل مصاريفه. وساعتها بيقوله ان هو بدأ يجهز للمحل بتاعه وهيفتحه النهارده او بكره بالكتير. بيقول لاخوه ان هو لازم يركز في دراسته وما يشغلش نفسه باي حاجه تانية، حتى ذكرى وفاة مامتهم هو هيروحها علشان ما يضيعش وقته وكده، مع ان اخوه كان مصمم ان هو يجي. ولما بيروح بيلاقي بارك بعت له فلوس كمان. في نفس الوقت ده بقى بارك كان بيجهز للمحل بتاعه علشان يفتحه زي ما هو قال لاخوه بالظبط، وكان معاه صحابه بيساعدوه وكمان حبيبته، وساعتها قعدوا مع بعض قعدة حلوة كده بعد ما خلصوا تجهيزات كل حاجة، وكان مبسوط قوي ان هو هيفتح اخيرا المحل بتاعه. وتاني يوم لما بيصحى من النوم بيقوم يطمن على حبيبته وبيعمل الفطار وينزل على شغله، وبيبدأ يساعد كل الناس وهو بيعمل شغله، ويساعد ست عجوزة كده كانت محتاجة ان هو يساعدها. وفي اخر اليوم كده وهو قاعد يعاني ياكل بعد كل التعب بتاع اليوم ده بيلاقي موبايل جنبه، وبيلاقي الموبايل ده بيرن، فلما بيرد بيلاقي ان هي صاحبة الموبايل وبتقوله ان موبايلها ضايع وهي عايزاه يجيب لها الموبايل. فساعتها بيقول لها ان هو مش هيقدر يجيب لها الموبايل لان وراه شغل يعني، بس لما بتعرض عليه مبلغ 300 ألف وون ساعتها بيوافق عادي انه يسيب شغله ويروح يديها الموبايل، وبيقول لها انه هيجي لها على طول. بس لما بيوصل المكان بيكون غريب قوي وشبه حتة مقطوعة كده، فساعتها بترن عليه وبتقوله ان هي حصل لها يعني مشكلة كده ومامتها تعبت فمش هتقدر ان هي تيجي، وبتقوله ان في كابينة كده للموبايل هيلاقي الفلوس فيها ويحط لها الموبايل بس هناك. ففي الاول بيقول لها انه يجي لها المكان اللي هي فيه، فبتقول له انه مش هينفع يجي لها يعني عشان الوقت متاخر وهي مش عايزه تدخل راجل غريب البيت، فبيقتنع فعلا وبيروح يحط الموبايل في الكابينه وبياخد الفلوس. وبعد ما بيجي يمشي بيكون في شاحنه كبيره هتخبطه بس بتمشي على طول وبتكون داخله نفس الممر ده. تاني يوم بقى بيكون ذكرى وفاه مامته، وساعتها بيكون لوحده طبعا لانه هو قال لاخوه ما يجيش علشان يذاكر ولسه بقى محضر الحاجه وهياكل وبتاع. بيلاقي جين داخل عليه وبيقول له ينفع كده يعني تقعد في ذكرى وفاة مامتنا من غيري، وساعتها بيقعد فعلا معاه بس ما بيكونش عامل حسابه في اكل يعني، فبيديله الاكل بتاعه وخلاص. بعد شويه وهو فرحان قوي بالزرع بتاعه وعمال يصور فيه بيجي البوليس وبيقبض عليه فجأة ومتهمينه ان هو تسبب في وفاة واحده وهو ما يعرفش مين دي اصلا، والدنيا كلها بتكون مقلوبه عليه، وساعتها حتى حبيبته ما بتكونش عارفه باللي حصل له ده. وبعد ما بياخدوه بيوروا له صور البنت اللي هو متهم ان هو خلص عليها وكمان رماها في البحر، بس هو بيقعد يحلف لهم ان مش هو اللي عمل كده وان هو اصلا ما يعرفش مين البنت ديت، بس هما بيكونوا مصممين يكملوا تحقيق معاه. وفي نفس الوقت ده كمان حبيبته بتكون عرفت بالخبر وكل الناس عرفوا مين هو اللي اتقبض عليه. وبعد شويه اصحابه بيجوله علشان يزوروه ويا عيني بيكون لسه عنده امل ان هو يطلع ويكمل حياته عادي، بس ساعتها صحابه بيصدموه وبيقولوا له ان كل معلوماته الشخصيه اتسربت، يعني البلد كلها دلوقتي عارفه هو مين وساكن فين. وبنشوف لقطه لحبيبته لما بتروح عند بيته وساعتها بيته بيكون متبهدل على الاخر وكل الناس شتماه هناك. وفي نفس الوقت ده بقى بارك بيكون متعصب جدا وبيقعد يزعق لضابط الشرطه اللي موجود وبيقوله ان هو عاوز يخرج من هنا وانه ما عملش اي حاجه علشان يتحبس، بس الضابط بيقوله يبطل اللي هو بيعمله ده ويفوق شويه لان اصلا مفيش دليل يثبت ان مش هو اللي عمل كده. وساعتها بيكون في راجل كده واقف وعمال يبصله بطريقه غريبه، تو اخوه بقى بيكونوا خلاص وكلوا له محامي علشان يشوفوا حل في القضيه بتاعته ديت. بعد كده حبيبته جين بتروح تزوره في السجن وبتساله اذا كان هو اللي عمل كده ولا لا، فساعتها بيقعد يحلف لها ان مش هو اللي عمل كده وان هو مستحيل يعمل كده اصلا، فبتقوله ان هي واثقه فيه ومصدقه ان هو عمره ما هيأذي حد اصلا وان هي هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تساعده في الموضوع بتاعه ده. بعدها بتروح تقابل المحامي فبيقول لها ان هم لازم يجمعوا ادله ان هو ما كانش في المكان اللي حصلت فيه الجريمه ديت وان هو يعني كان في مكان تاني وكده يقدروا يثبتوا براءته. فعلا بيفضلوا بالاسابيع يظبطوا الموضوع دوت قبل الجلسه اللي هيتحكم فيها عليه ويدوروا على الاماكن اللي كان فيها بالظبط علشان يثبتوا انه ما كانش في مكان الجريمه، وبيجيبوا كل الاماكن اللي كان فيها خلال اخر يومين قبل الموضوع ده، وبيكون عندهم امل ان هم خلاص كده ممكن يكسبوا القضيه لان ده دليل قوي جدا. وفي يوم الجلسه فعلا اللي هيتحكم عليه فيها ساعتها بيبدا المحامي بتاعه يدافع عنه ويظهر للمحكمه التحركات بتاعته يعني وان هو بريء. فساعتها بقى المحامي بتاع الدفاع بيساله شويه اسئله كده علشان يتاكد اذا كان هو بريء فعلا ولا هو المتهم، وبيساله هو في طلبيه كده كان المفروض يوصلها وسبحان الله الطلبيه دي كانت لبيت الضحيه،
وساعتها هو اتأخر قوي في الطلب دوت ووصل بعد 7 دقايق، ودي مدة طويلة جدا. فساعتها بيفتكر ايه اللي أخره، كان في نوع زرع معين كده لازم يتحط في الشمس يعني، فهو كتب للناس اللي في العمارة ملاحظة فده اللي أخره. وبعدها بيسأله سؤال تاني، كان في شنطة كده بيجرها وهو ماشي، ودي كانت نفس الشنطة اللي هو ساعد الست العجوزة ان هو يجرها لها. طلع الشنطة دي كانت موجودة في مكان الجريمة اللي حصلت يعني، ودي آخرة الطيبة. ساعتها بقى محامي الضحية بيسأله طب هو انت كنت معاك موبايلها ليه؟ فبيتوتر قوي وهو اصلا مش ناقص. فبيفهم ساعتها ان الموبايل اللي لقاه جنبه ده كان موبايل الضحية، فبيقعد يقول له انه مش هو اللي كان معاه الموبايل، وحكى له كل القصة يعني اللي حصلت، بس الراجل بيكون مصمم ان هو بيكذب عليه. بعدها بشوية المحامي بيظهر دلائل تانية ان هو اللي عمل كده، بيقول ان الضحية هو مسكها يعني وخلاها كذا حتة، مش هعرف اشرح لكم اكتر من كده، وان هو حطها في ميه دافيه علشان ما يقدروش يحددوا الميعاد اللي هي توفت فيه بالظبط. والشقه اللي حصل فيها الموضوع ده بتكون في نفس المبنى اللي هو عايش فيه، وان هما بيشكوا ان ال7 دقايق اللي هو كان فيهم متاخر دول اللي حط فيها الضحيه في الميه. وساعتها حبيبته بتكون مصدومه فيه جدا لان كل الدلائل بتشير ليه فعلا، وبيكون في كده زي اسوره هو وحبيبته بيلبسوها مع بعض، وبتكون الاسوره دي الشقه اللي حصل فيها الموضوع ده. وساعتها بيقعد يقول ان مش هو اللي عمل فيها كده، وبيخرج عن اعصابه خالص. بعد اللي حصل ده بقى حبيبته بتروح له وبتقول له ان المحامي بتاعه استقال يعني، وان اخوه دلوقتي بيدور على محامي تاني، وبتقول له امال الاسوره اللي انا اديتها لك فين؟ فساعتها مش بيلاقيها في ايده، فبتشك كده اكتر وبتقول له انا واثقه ان انت مش انت اللي عملت كده، بس ممكن يكون في جانب تاني منك انا معرفوش. بتقول له ان المحامي قال لها ان هو لازم يحاول يظهر انه ندمان شويه علشان يدوله حكم مخفف، وبتقول له انها مش هتقدر تستناه، وبتقلع الاسوره بتاعتها وبتديها له، وفيما معناه كده يعني ان هي انفصلت عنه، وساعتها بينهار. وتاني يوم بيرحلوا على السجن اللي هيكون فيه. بعد كده بيدخل السجن خلاص، وساعتها فاكرين الراجل اللي كان بيبصله قبل كده ده طلع محامي واسمه كيم، وساعتها جاله علشان يمسك القضية بتاعته، وبيقوله ان هو حاسس ان القضية دي مترتب لها وان كل حاجة جاهزة كده وواضحة بطريقة غريبة يعني تشككه ان هو القضية فعلا ممكن يكون ملعوب فيها ومش هو الجاني. وساعتها بارك بيفرح قوي وبيقوله ان هو اصلا عمره ما شاف الضحية، وان هو عاوزه يساعده ان هو يمسك القضية بتاعته. ساعتها بارك بيقوله ان الاسوره اللي كانت في موقع الجريمه مش بتاعته، لان الاسوره بتاعته هو وقعها في بيت اخوه لما كان رايح له في مره يعني. فساعتها المحامي بياخد منه عنوان اخوه، بيقوله ان هو هيحقق في الموضوع ده، بس الموضوع بتاع ان هو جاله كده لازم يفضل سر بينهم. بعد كده في واحد اسمه يومع في السجن بيكون محكوم عليه بمؤبد برضه، وبيكون بيستقصد كل المساجين اللي جايين في تهمه اعتداء، وان هو خلص على حد لان اخته كان حصل لها كده من شخص يعني، وهو اصلا مسجون هنا مؤبد بس بسبب ان هو غني فحكمه بقى 12 سنه بس. وفي وقت الغدا بارك بيكون خايف منه قوي، بس في 2 بيجوا يقعدوا معاه وبيطمنوه يعني ان هم هيساعدوه. بس بعد الغدا في 2 بياخدوه وبيودوه ليو عصابته. بعد كده المحامي كيم بيجيله وبيقوله ان اخوه خلاص اتوفى وهو اللي انهى حياته بنفسه، وبيعتذر له عن القضيه. ساعتها الدنيا كلها بتضلم في وش بارك، وبيكون خلاص مش باقي على حاجه، وبيحاول اكتر من مرة ان هو كمان ينهي حياته. وبيكون في راجل كده اخد باله من حالته دي لانه كمان بيكون بيتعالج، وكمان بقى بيرفض الزيارات من كل اصحابه. بعدها في راجل اسمه نو بيروح يقعد معاه وبيحاول يقنعه ان لازم يتعايش في السجن، لان هو دلوقتي محكوم عليه بمؤبد ومش هينفع اللي هو فيه ده، ولازم يدرك يعني ان هو في سجن دلوقتي مش عايش حياته الطبيعية. وفعلا بياخد النصيحة منه وبيبدأ يتمرن ويحاول يشتغل على نفسه اكتر، مع ان يعني عصابة يو ما كانتش سايباه في حاله وكل يوم نازلين فيه ضرب. وفعلا طول فترة السجن غير حاجات كتير جدا في حياته، واخد شهادات للتأهيل المهني كتيرة قوي، وكل دوت بمساعدة نو، وهو اصلا اللي حفزه ان هو يرجع اقوى من الاول، وحتى بدأ يعرف يدافع شوية عن نفسه قدام عصابة يو. في مرة كده نو بيجيب لبارك كيكة وبيقعد يكلمه بطريقة غريبة كأنه بيودعه، فعلا حتى بارك بياخد باله من طريقته الغريبة دي وبيقول له ياخد باله من نفسه وبيديله اسوره كده. ساعتها بارك بيسأله هو ماله في ايه، فبيقول له ان النهارده المفروض يخرج. فساعتها بارك بيحس بتأثر شوية وبيبدأوا يودعوا بعض وبيشكروا على كل اللي هو عمله معاه. وبعدها بفترة بيكون في سجين جديد دخل للسجن بتاعهم وبيكونوا بيعاملوه زي بارك اول ما جه بالظبط، وساعتها المرة دي بارك خد دور نو وهو اللي فضل يتكلم معاه ويحفزه. بس في نص الكلام مع السجين ده لقاه بيقول ان هو بريء، فلسه جاي يهديه بقى وكده لقاه بيقول ان هو لو ما كانش خد الموبايل ده ما كانش كل ده حصل له. فساعتها بارك اتصدم قوي، والسجين قعد يقول ان هم اللي لفقوا له التهمه ديت بعد ما اخد الموبايل. وساعتها الولد قعد يحكي له على قصته اللي كانت نفس قصه بارك بالظبط، حتى المحامي كيمي اللي جاله ده طلع شكله فيه وراه حاجات كتير جدا لانه راح لنفس الولد
الولد ده. كمان قالوا له ان والدته انهت حياتها وهو متاكد انها مستحيل تعمل كده، فده معناه ان بارك كمان اخوه مش هو اللي انهى حياته. تاني يوم بقى كلهم بيصحوا على خبر وفاه السجين ده لانه انهى حياته بنفسه. فساعتها بارك بيطلب ان هو يقابل المحامي بتاعه وان هو عنده دليل دلوقتي، بس لما بيقعد مع المحامي بيكشف له ان هو عارف كل حاجه وبيساله مين اللي عمل كده في اخوه، فساعتها مش بيرضى يقوله. فبارك بينفعل عليه قدامهم كلهم والمحامي بيفضل يستفزه اكتر. هتستفيد ايه يعني؟ مفيش اي حاجه هتتغير. بيقول له ان هو السبب في اللي حصل لاخوه ده. فساعتها بارك بيقول له ان هو لما يخرج من هنا هيخلص عليه. فالمحامي بيفضل يستفزه اكتر وبيقول له ده لو خرجت بقى. وساعتها بارك فعلا بيقرر ان هو لازم ينتقم منه.